السلام عليكم ورحمة الله، ورجعت لكم فيديو جديد من قناة عائلة ماما بسمة. النهارده بقى هنعمل رغاية باللحمة المفرومة. نزلت الصورة لسه جاية، عايزة اقول لكم الجو حر جدا جدا، فالجو بجد لا يطاق. جبت نص لحمة مفرومة، هعمل رقاق باللحمة المفرومة، وجبت كيلو بصل، وجبت نص مكرونة تحمير. هعمل النهارده صينيه رقاق باللحمه المفرومه، وهعمل مكرونه محمره جنبيها. الواحد اساسا في الحر ده مش عايز يعمل اي حاجه، ولا خضار ولا عايز يعمل اي حاجه من الجو ان هو حر قوي. فان شاء الله هدخل جوه بقى احضر الحاجه. طبعا عندي شوربه جوه، انا لما باجي اعمل اسلق لحمه او فراخ فبخلي الشوربه لو في شوربه زياده. في جوه شوربه هعمل بيها، هحضر كل حاجه وارجع لكم اوريكم طريقه بقى بسمه. واحلى بقى صينيه رقاق باللحمه المفرومه هتعملوها جامده جدا. هنعمل بقى النهارده احلى رقاق باللحمه المفرومه بتكات ام ملك. هنعمل ايه بقى؟ بصوا بقى، هي دي المقادير. الرقاق انا بصوا بحط 4 فوق و4 تحت. عايزه تحطي 3 فوق و3 تحت، ما يكونش يعني عالي قوي، لكن انا بحط 4 فوق و4 تحت. تمام كده. ونص كيلو لحمه مفرومه وبصلتين كبار، يعني بحط على النص لحمه مفرومه بصلتين كبار. ودي بقى سمنه. التكه هنا السمنه هي سمنه عاديه، ولا بلدي ولا زبده ولا اي حاجه، بس التكه بقى القشطه اللي احنا بنجيبها من اللبن. طبعا مش بناكلها كده، في ناس بتاكلها، بس انا عن نفسي بشيلها وناس كتير بتشيلها. تقومي شايلاها لحاجه زي كده، رقاق، جلاش، حاجه حلوه بتتعمل بيها، مكرونه بشاميل. بقوم بقى جايبه السمنه بتاعتي العاديه اللي هي العاديه خالص، ولا بلدي ولا اي حاجه، واقوم حاطه فيها حته قشطه زي كده، واسيبها تدوب فيها في سمنه، اسخنها واقوم حطاها تدوب فيها. بتبقى هي دي بقى التشريبه بتاعت جلاش، بتاعت رقاق، بتاعت اي حاجه. وانا كان عندي شوربه في التلاجة طلعتها وغليتها، لازم تبقى بتغلي، لازم يبقى كده الرقاق واللحمه المفرومه والبصله والرقاق والسمنه اللي هي احنا حولناها من سمنه بقى كده، بقت عامله زي الزبده، ريحتها فعلا سمنه بلدي، زبده كده. هاخد بقى البصل واللحمه المفرومه وهعصجهم على النار، وارجع لكم تاني حبايب قلبي، واستنوا معايا الرقاق ابو لحمه مفرومه التحفه. بصي يا حبايب قلبي، ودلوقتي انا عصقت اللحمه. طبعا خليت البصله يعني تصفر، يعني ما بتبقاش زي بتاعت الخضار طبعا. بس كده، وحطيت اللحمه وحبيت التوابل، ملح وفلفل اسود، وعندي جوز الطيب، حبه قرنفل صغيرين، حبهان مطحون، كل التوابل اللي عندك حطيها بتدي طعم. وبضيف لها بقى مكعب ماجي للي عايز. وطبعا انا برضو عايزه اقول لكم كميه البصل اللي انتوا عايزينه، في بيحط على نص كيلو بصلايه كبيره، في اللي بيحط اكتر، كل واحد وامكانياته. يعني ممكن نعمل الصينيه بربع كيلو لحمه بس عادي، برضو كل واحد اللي هو عايزه يعني. ودي بقى المكرونه انا حمرتها وعندي شوربه. هعمل بس الرقاق الاول، وبعدين هقوم هسقي بقى المكرونه برضو بالشوربه، ونشوف بقى بقيه التكات والحركات بتاعت ام ملك. الله عليكي يا ماما، الريحه حلوه قوي. ازيكم عاملين ايه؟ ايه رايك يا ملك في الريحه بجد؟ تحفه. وانت يا روما ايه رايك؟ روما جميله قوي. طيب يا رب حطوا بقى اللايك لماما واشتركوا في قناتها. انا زعلانه قوي منكم، محدش بتتفرجوا. اللي وصل بقى منكم لغايه دلوقتي وشايفنا يعمل لايك ويفعل قناه زر الجرس ويشترك في القناه عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجميله اللي ماما بتعملها والاكلات. بصوا بقى يا شطورين، انا عارفه طبعا ان كلكم ستات بيوت شاطرين، بس لازم بقى تكات ام ملك. بص، دلوقتي انا سقيت طبعا، كلكم هنسقي طبعا الرقاقه عاديه جدا بالشوربه. الشوربه طبعا بتغلي، هسقيها. وسقيت هنا، حطيت الاربعه ورحت حاطه عليهم اللحمه المفرومه، وبين كل طبقه وطبقه لازما السمنه. ما ينفعش انا بصي لازما، في بيقول لك كل طبقتين، لا انا كل واحده واحده كده كده. السمنه ما بتطلعش كتير، بصوا في الفرشه زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم والله العظيم ريحتها سمنه بلدي، اللي هياكل اقول بسمنه بلدي صافي. عايزه اقول لكم بقى، اللي يجي اما تاكلوا لبن حد ياخد قشطه، بصي طخي ابنك طخي ما تديلوش ولا حته، يعني من نفسهم كده اللي بياكلها يعني كده. ما برضاش ابدا اللي انا اعمل كده، يعني اللي انا اديها لحد، لانها كنز في البيت بصراحه، بتقلب لي السمنه العاديه خالص لسمنه بلدي. بس بقى، ونفس الكلام هكرر بقى الخطوات في الطبقه اللي فوق فوق اللحمه.
كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ويا رب عيد سعيد علينا كلنا وعيد اضحى مبارك، ويا رب وبألف هنا وشفا على اللي يعمل. بصوا انا عملت لكم الرقاق باللحمة المفرومة بدري عشان خاطر عارفين ونعرف طريقته، وان شاء الله نعمله على العيد ويبقى احلى صينية رقاق باللحمة المفرومة هتعمليها. بصوا بقى هقول لكم على اخر تكة. احنا دلوقتي خلصناها كلها وحطينا السمنة تمام كده. في تكة بقى بسيطة، اللي بيحبوا طري يعني لو حد كبير او حاجة كده بيحبوا طري عشان السنان وكده ما يبقاش ناشف، هتجيبي مغرفه واحده من الشوربه وتحطي فيها حبه سمنه، اللي هي بسمنه بالقشطه اللي احنا حطينا، ونحطها على الوش نسقيها بيه دلوقتي في المرحله دي بعد ما خلصنا. اللي بقى مش عايز زي انا ما بحبوش طري قوي قوي، يعني بحبه يبقى طري ومقرمش في نفس الوقت، ما بحطش بقى الخطوه دي، خلاص انا ساقياه كويس قوي بالشوربه وبالسمنه فمش محتاج بستكفى ان انا ما احطش ليه شوربه. لكن في ناس يعني اختي بتحب تحط شوربه في الاخر، بيبقى جميل وكل حاجه بس بيبقى طري قوي، انا مش بحبه طري قوي، فانا بقى مش هعمل الخطوه دي، عايزين انتوا تحطوه. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، ويا رب يجعلها ايام كريمه وسعيده علينا كلنا يا رب، ويجعله عيد سعيد وكل واحد يتحقق كل اللي هو بيتمناه ان شاء الله. وانتظروا مني بقى الفته الجامده بايد ام ملك ان شاء الله. انا ابتديت بالرقاق النهارده، عملته حاجه سهله، جربوا الطريقه وانتوا تعرفوا ان هي سهله جدا ان شاء الله. فدي كانت اول حاجه من حاجات العيد الاضحى ان شاء الله. المره الجايه باذن الله يعني استنوا مني الفته، مش هتبقى الفيديو، مش قصدي الفيديو الجاي بس، المره الجايه من حاجات العيد باذن الله الفته بايد ام ملك بالتكات والحركات بتاعتها. وما تنسوش تدعموني بالقناه وتشتركوا في القناه، ومع السلامه.